كرة متحركة زقها ازيد من اللازم، ولكن يرجع لشيكابالا. شيكابالا يعلق كرة، ولكن في ايه؟ ركله جزاء. ركله جزاء في الدقيقة 11 للفارس الابيض. وشايف ايمن حفني في حوار على بعد 11 متر مع مصطفى عبد الستار. داخل ايمن وبيحط بره، حاططها بحرفنه كبيره جدا جدا، ولكن بتعلى عن البرواز، وبيهدر ايمن حفني اول ركله جزاء في الدقيقه 12 من عمر وزمن اللقاء. حطها في زاويه قاتله، ولكن اعلى من ال 2 متر 44 سنتي علشان يسجل خامس الركلات المهدرة في بطولة الدوري الممتاز. رضا العزب يلعب لجابر، وجابر يلم جابر، يرجع ورا على طول لمحمود، يلعبها على طول بيسا وتاني على طول، والحكم بيقول العب ما فيهاش حاجه. الشناوي بيطالبوا بضربه. فكر في مين في التغيير؟ هنشوف الناحيه الثانيه. ادي الكوره بتاعت محمود غالي، وادي بيسا، وادي محمد جابر قام برضه. هنشوفها تاني في الاستوديو التحليلي مع ضيف شوبير وكابتن اشرف قاسم وكابتن ايمن عبد العزيز. ودي واحده جوه ال 18 تاني ملعوبه، حكم بيقول العب ما فيهاش حاجه. مره وفاول لصالح نادي طنطا. ادي كوره غالي اللي فاتت اللي كانت في ال 18. هل ايه؟ حكم اللقاء جنبها كان معاه دونجا خالص، لعب على طول ناحيه الشمال، محاوله للمرور ما فيهاش حاجه، وضربه حره يدعي الاصابه واداله كارت احمر. محمد جود على الاصابه. ادي اللعبه تاني، ادي اللعبه هنسيبها برضو للاستوديو التحليلي، كابتن احمد شوبير، كابتن اشرف قاسم، كابتن ايمن عبد العزيز. وضرب زي ما قلت كنا مستنيين، كنا ننتظر يعني ما هو افضل من ذلك. دخول عنيف، جهاد جريشه صفر قبل الفاول قبل الدخول، لكن يبدو ان كمان هيكون في انذار. في ايه؟ كارت اصفر واضح اهو في ايد جهاد جريشه، اعتراض من لاعبي النادي الاسماعيلي. والانذار لمين؟ لابو المجد. على اي حال انتهى الوقت الاصلي، وانتهى كمان الوقت بدل الضائع. هو دخول في تهور الحقيقه، في تهور من بوشه فعلا. ده ابو المجد. محمد ابو المجد يتلقى الانذار الثاني للنادي الاسماعيلي في هذه المباراه. محمد ابو المجد